الاتفاق الذي ينهي الوصاية التركية ويعيد تعريف الدولة. بقلم صلاح الدين الكردي نوبار: ما يجري اليوم في سوريا ليس حدثا تفاوضيا ولا لحظة تسوية بين أطراف متنازعة، بل نتيجة منطقية لمسار طويل بدأ فعليا منذ عام 2014 وتكرس بعد عام 2015 مع دخول التحالف الدولي، ثم نضج بعد عام 2019 مع انكشاف حدود القوة التركية، وبلغ ذروته بعد عام 2023 حين أصبح استمرار الوضع السابق مكلفا دوليا أكثر من تغييره. من هنا يجب قراءة هذا الاتفاق لا بوصفه تسوية بل كأداة إعادة ضبط شاملة. الاتفاق في جوهره يغلق الباب نهائيا أمام أي حل عسكري تركي داخل سوريا، ليس لأن أنقرة اختارت السلام، بل لأن الذريعة التي بنت عليها تدخلها منذ عام 2016 والمتمثلة بما تسميه الأمن القومي تسحب قانونيا وسياسيا دفعة واحدة، حين تعاد صياغة شرق الفرات كمنطقة أمنية معترف بها دوليا وتمنح لقسد صفة الشريك الرسمي في منظومة الدفاع. يصبح أي وجود تركي وجودا غير شرعي كامل الدلالة، لا قابل للتبرير ولا للتأويل. الاتفاق يمنح قوات سوريا الديمقراطية شرعية واضحة ومباشرة في محاربة الفصائل التركية والإخوانية، لا بوصفها خصوما محليين بل بوصفها كيانات موضوعة أصلا على لوائح الإرهاب الدولية. هنا لا نتحدث عن تفويض أخلاقي أو سياسي، بل عن غطاء عملياتي يسمح للتحالف الدولي بضرب هذه الكتائب دون الحاجة إلى إعادة إنتاج سرديات الحرب على الإرهاب. أي فصيل يستبعد لاحقا من قبل أحمد الشرع أو يعلن التنصل منه يتحول تلقائيا إلى هدف مشروع، وتنتقل مواجهته من خانة النزاع الداخلي إلى خانة العمليات المشتركة. الأهم أن الاتفاق لا يقيد قسد بل يحررها. لا يوجد أي تسليم للأرض ولا أي تخلي عن المنطقة ولا أي إعادة انتشار قسري. على العكس، الاتفاق يمنع بشكل صريح دخول أي قوات تابعة لجيش الحكومة التي يمثلها أحمد الشرع إلى شرق الفرات. المنع هنا ليس تفصيلا تقنيا بل قاعدة تأسيسية: من لا يدخل لا يفرض سيادة، ومن لا ينتشر لا يحكم. ما يمنح للمركز هو التوقيع لا السيطرة. في الاقتصاد ينتقل الاتفاق إلى مستوى أخطر: السيطرة الكاملة على النفط والغاز والموارد الطبيعية تمنح لقسد مع تبعية شكلية للحكومة المركزية. هذه التبعية ليست تنازلا بل غطاء قانونيا. التجربة منذ عام 2018 أثبتت أن من يسيطر على الإنتاج والحماية والتوزيع هو من يملك القرار الفعلي، أما الصيغة الإدارية فهي ثمن دولي مقبول مقابل الاستقرار. بهذا المعنى تتحول الموارد من أداة ضغط بيد المركز إلى أداة سيادة بيد القوة المسيطرة على الأرض. المعابر والمطارات تدخل في الإطار نفسه. السيطرة على المعابر مع تركيا والعراق إضافة إلى مطار قامشلو الدولي تعني أن شرق الفرات يتحول إلى فضاء سيادي مغلق أمنيا ومفتوح دوليا وفق شروطه. هذه ليست إدارة محلية بل إعادة تعريف للحدود الوظيفية للدولة السورية نفسها. الاتفاق كذلك يسقط نهائيا أي شرعية لوجود تركي داخل سوريا. مع سقوط ذريعة الأمن القومي ومع تحول قسد إلى قوة معترف بها ضمن منظومة دفاع شرعية، يصبح الوجود التركي احتلالا صريحا لا يمكن تغطيته لا سياسيا ولا قانونيا. هذا التحول هو الأخطر على أنقرة، لأنه لا يفتح باب المواجهة المباشرة بل يغلق باب المناورة. في المقابل يحصل أحمد الشرع على شرعية من نوع مختلف تحوله إلى حكومة أغلبية يمنحه القدرة على توقيع اتفاقات أمنية إقليمية بما فيها الاتفاقات مع إسرائيل. هذه النقطة ليست هامشية بل مركزية في الحسابات الدولية منذ عام 2020، لأن إسرائيل لا تبحث عن تفاهمات رمادية بل عن طرف يمتلك صفة قانونية تسمح بتثبيت ترتيبات أمنية طويلة الأمد. من هنا نفهم لماذا يمنح الشرع غطاء التوقيع فيما تحصر أدوات القوة بيد قسد والتحالف. الاتفاق في محصلته النهائية لا يهدف إلى تهدئة مؤقتة بل إلى تمهيد حرب شاملة على الإرهاب بكل أشكاله، حرب لا تخاض بالشعارات بل بالقوائم والخرائط والشرعية الدولية، حرب تفتح لأول مرة مسارا واقعيا لاستعادة المناطق المحتلة منذ عام 2016 وعام 2018 من سريكانية وكريسبي إلى عفرين، لا عبر مغامرة عسكرية منفلتة بل عبر نزع الغطاء السياسي عن تركيا وتحويلها إلى طرف معزول.
ما يحدث هنا ليس انتصارا عاطفيا ولا لحظة احتفال، هو انتصار بارد ناتج عن الصبر والتنظيم وقراءة الزمن. الكرد لا يمنحون دورا، بل يفرضون أنفسهم كجزء لا يمكن تجاوزه في أي معادلة سورية مقبلة. وتركيا لا تهزم في المعركة، بل تستبعد من الخريطة. هذا هو جوهر الاتفاق، وهذه هي معناه الحقيقي. بقلم صلاح الدين الكردي، نوبار.